السلام عليكم يا بنات، ازيكم؟ النهارده هكلمكم بقى على الروتين اللي وعدتكم بيه من فتره، وهو روتين انبات الشعر. يلا بينا لايك على السريع وسبسكرايب للقناه لو اول مره تشوفيني. معاكم جهاد قيشو، يلا بينا نبدا. عايزه اقول لكم على سر شخص كده، لولا الفيديو ده انتوا ما كنتش هتعرفوا عنه اي حاجه خالص، وهو ان انا زمان قوي وانا صغيره جات لي حاجه في شعري. انا بصراحه مش عارفه بقى هل هي كانت ثعلبه او حاجه. وقتها برضو الطب ما كانش متقدم قوي كده يعني، وانا في نفس الوقت كنت صغيره جدا على اني اهتم. انا كنت تقريبا عندي 7 سنين او حاجه زي كده، فما كنتش بصراحه مهتمه قوي بالعلاج. فكانت النتيجه ان انا على حد قول الدكتور اللي انا كشفت عنده انه حصل تليف اصلا في بصيلات الشعر نفسها، فبالتالي افقدي الامل تماما. هو بجد قال لي كده، قال لي هو مفيش امل ان يطلع شعر خالص في المكان ده. وانا بصراحه ما زعلتش، لانه يعني انا كنت متوقعه ان حاجه زي كده تحصل. فانا لما جات لي الباكج دي من سباير فارما، قلت انا برضو هستعملها على المكان ده. هو مكان صغير، قلت انا هستعملها على المكان ده، لو طلع شعر يبقى البراند دي تستحق ان هي يعني يتعمل لها تمثال. لو ما طلعش شعر بقى فانا هبقى محتاجه اركز قوي قوي. طبعا انا كنت بحط على الشعر اللي قدام كله، لان انا شعري اللي ورا مظبوط كويس. انا كنت كاشفه قبل كده زي ما قلت لكم، فكان عندي الجزء اللي قدام ده اللي هو الكراون بتاع راسي، كان الشعر اللي فيه رفيع، وفي نفس الوقت كل بصيله مطلعه شعرايه واحده بس. المفروض علميا ان كل بصيله بتطلع شعرايتين، والمفروض برضو ان هي تكون تخينه. يعني انا عندي الجزء اللي ورا عامل كده، الشعرايه تخينه وفي نفس الوقت كل بصيله مطلعه شعرايتين. فانا كنت مركزه العلاج كويس جدا جدا على الجزء اللي في شعري من قدام. كميه البيبي هير اللي شفتها في شعري الفتره الاخيره انا عمري ما شفتها في حياتي. طبعا انا لما فردت شعري كمان باين، يعني وقت ما كان شعري كيرلي ما كانش باين قوي. وخدوا بالكم من حاجه، ان الشعر الكيرلي يا جماعه شعر مخادع جدا، لان هو بيبان ان هو تقيل. حتى شوفوها للبنات اللي بتعمل كيرلي هير ستايل وكده، قبل ما تعمل سكرانشنج بقى والحاجات دي كلها بيكون شعرها شويه صغيرين، بعد كده بيبدا يكبر، لان الشعر الكيرلي غالبا بيبان ان هو كثيف اكثف من حجمه الطبيعي. فانا وقت ما كان شعري كيرلي كان باين قوي ان هو عادي. بعدين لما بقيت بفرد شعري طول الوقت بالستريتنر، لقيت ان انا شعري بجد خفيف جدا. انا تقريبا بجرب الروتين ده بقالي 4 شهور. كميه بيبي هير يا جماعه في شعري مش طبيعيه. بالاضافه كمان بقى ان اللي حصلت معجزه بالنسبه لي، انه المكان ده اللي هو المفروض ان الدكتور قال لي ان هو خلاص بقى حصل فيه تليف في بصيلات الشعر، وافقدي الامل ان هو يطلع فيه شعر، طلع فيه شعر يا جماعه. ودي بالنسبه لي كانت مفاجاه. انا بقيت بحط عليها اللوشن او الامبولز، انا طبعا هشرح لكم كل حاجه فيهم دلوقتي. بقيت بحط عليهم وبقول يعني بسم الله الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وسبتها على الله. بجد بالصدفه البحته لقيت شويه شعر كده طالعين قصيرين قوي وكتير بقى الحمد لله. فانا بصراحه اتبسطت جدا جدا، وعشان كده تحمست قوي قوي ان انا احكي لكم على الروتين ده، لان انا خلاص انا مش محتاجه ديرماسكوب في حاجه. جهاز الديرماسكوب اول ما الاقيه على طول هحط لكم في اي فيديو تاني بقى، فيديو مفضلات او اي حاجه. بس انا متاكده ان انتوا واثقين في كلامي، ان انا اكيد مش هكذب عليكم في حاجه زي كده. عايزه اقول لكم كمان انه البنات اصلا على انستجرام اول ما كنت بحط ان انا بستعمله في الروتين بتاعي وكده، كان هما من نفسهم بيبعتوا لي يقولوا لي جهاد احنا بنستعمله، ده تحفه، ده بيطلع بيبي هير وكده. فانا من قبل اصلا ما ابدا استعمله وانا البنات مديني فيدباك عليه ان هو فعلا حلو جدا جدا. كمان عايزه اقول لكم حاجه، ان بجد الاسعار بتاعتهم يعني انا اتخضيت لما شفت الويب سايت من شويه. يا جماعه اللوشن ده اللي هو بتاع انبات الشعر تقريبا بعد البرومو كود بتاعي هيبقى سعره 180 جنيه او حاجه زي كده، اللي هو برده معرفش هل دي هتكون الاوفرز النهائيه ولا لا. وقت ما انزل الفيديو اعرفوا ان في اوفرز كبيره وقويه جدا جدا على الويب سايت. انا طبعا كده كده جبت لكم برومو كود بيديكوا خصم 5% على اي حاجه على الويب سايت كله تقريبا كده. انا نسيت اقول لكم احنا هنتكلم على مين النهارده اصلا. من كتر حماسي وفرحتي بالنتيجه اللي حصلت، هنتكلم يا جماعه على سباير فارما. طبعا انتوا عارفين سباير فارما، انا كلمتكم قبل كده على براند تيلوفيل كذا مره كتير قوي قوي. تيلوفيل هي واحده من البراندز اللي تبع سباير فارما. يعني سباير فارما دي زي ما نقول كده هي الشركه الام وتحتيها تيلوفيل. عشان بس لو انتوا مش عارفين ايه هي سباير فارما، هي طبعا ميديكال براند، هي براند طبيه. فدول كلهم اكيد طبعا معاهم تصريح وزاره الصحه، موجودين في الصيدليات، موجودين في كل حاجه. الروتين بتاعهم فيه حاجتين، اول حاجه هو اللوشن، وتاني حاجه هي الامبولز. هكلمكم دلوقتي على كل حاجه لوحدها واشرح لكم بقى ازاي بنستعملها وكده. واول حاجه هكلمكم عنها هو اللوشن، وهو ده كده شكله بيبقى عباره عن سبراي كده بنقسم الشعر، بنخلي فيه يعني فروقات كده في الشعر، وبعد كده بنرش كذا سبراي. انا برش في كل فرق مثلا سبراي واحده بس، وبقسم شعري اللي قدام كله. يعني حاولوا تستهدفوا الاماكن اللي انتوا حاسين فيها فعلا ان في تساقط، او انه في الشعر خفيف، او انه كمان في فراغات كبيره. عايزه اقول لكم على حاجه بتحصل في شعرنا كل ما بنكبر. اول حاجه وطبعا كلكم عارفينها ان هو طبعا بيبيض. تاني حاجه وان هو بيبقى ارفع. يعني كل ما بنكبر في الزمن كل ما سمك الشعرايه بقى
بقى ارفع. الروتين ده بقى علشان يقاوم الحاجات دي كلها، علشان يقاوم كمان ان شعرك يبيض اسرع. يعني خدوا بالكم ان دي ميزه مش موجوده برده في برودكتس كتير قوي في الماركت، فهم حاطين فيه مواد فعاله بتبطئ ظهور الشعر الابيض او تبطئ ان هو اصلا الشعر يبيض. تاني حاجه مواد فعاله تانية بتزود حجم الشعرايه نفسها، لان خدوا بالكم مش كل الناس بتصاب بتساقط، لكن في ناس تانية انا منهم كل ما بكبر كل ما شعري بيكون ارفع. من المكونات المهمه قوي الموجوده في البرودكت ده البروكابيل، والبروكابيل زي ما قلت لكم قبل كده هي ماده في ناس كتير قوي بتقول عنها ان هي بديله للمونوكسيديل اصلا. لو انت مش عايزه تستعملي مونوكسيديل، لان طبعا المونوكسيديل في ناس كتير قوي بتخاف منه وهو بيستعمل تحت اشراف طبي وكده، دول مش لازم تستعمليهم خالص تحت اشراف طبي على فكره. بتحفز نشاط الدوره الدمويه حوالين البصيله، علشان كل ما كان البصيله حواليها دم اكتر كل ما زاد نمو الشعر اكتر، فهي في الاخر بتحفز نمو الشعر. تاني حاجه موجوده في البرودكت هو الكافيين، والكافيين من الحاجات اللي بتقلل تساقط الشعر وكمان بتزود سمك الشعرايه زي ما قلت لكم. دي حاجه من الحاجات اللي انا بقول لكم بنشتغل عليها في الروتين بتاعنا، ان احنا مش بس بنوقف التساقط، احنا كمان بنزود سمك الشعرايه نفسه. وتاني حاجه معانا في الروتين وهي الامبولز دي، هي تقريبا بتكون 6 زي ما انتم شايفين كده، بيكون جاي معاها واحد بس من دول، يعني واحد بس من اللي هي الكاب اللي فوق ده علشان تركبيه على كل امبول لوحدها. كل امبول بتكون مقفوله كده لوحدها كويس، وبعد كده انت بتشيلي الغطا ده وبتركبي فوقيه اللي هي زي الدروبر دي علشان تقدري تدخلي بيها ما بين الشعر. انت كمان بتلاقيها معمول عليها هنا كده الجرعه بتاعتك علشان تقدري تحددي انت هتاخدي قد ايه. يعني انا مثلا كنت بخلص الامبول دي على مثلا 4 مرات او حاجه زي كده بصراحه، وكنت بركز قوي لان دي بقى تحديدا هي اللي فيها المواد اللي بتحارب مرض الثعلبه. يعني لو عندك اصلا ثعلبه، بتشر طبعا على اي حد، بس لو مثلا تعرفي اي حد مريض بحاجه زي كده او الصلع الوراثي او عندهم تساقط، دي بقى الامبولز المخصصه لعلاج الثعلبه او الصلع الوراثي او التساقط او كده. الامبول دي بقى بتمشيها على شعرك كده. عايزه اقول لكم الاثنين اصلا مش بيتغسلوا، احنا بنستعملهم مرتين في اليوم، مره الصبح ومره بالليل. انا كنت بستعمل اللوشن الصبح وبعد كده بالليل بحط الامبولز دي. بجد الروتين تحفه، وبجد الاوفر اللي عليه حاليا خطير. انا اصلا هرجع اشتريه تاني معاكم لانه بصراحه انا شفت منه نتيجه، خصوصا على الحته اللي هنا دي، لانه انا فرحت قوي يا بنات. يعني انتوا اكيد اصلا مستوعبين يعني ايه يطلع لي شعر في مكان انا بجد كنت فقدت الامل ان هو يطلع فيه شعر خالص، وبجد متعايشه مع الموضوع بكل اريحيه يعني. ففرحت بصراحه ان هو طلع لي فيه شعر. عايزه بقى اشرح لكم شويه على الامبولز دي، لانه عايزه اقول لكم على حاجه، احنا لما بنكون فاهمين على البرودكت ساعات البلاسيبو بيشتغل، يعني تاثير البلاسيبو بيشتغل معاكي وعقلك بيشتغل على البرودكت فبتلاقي نتيجه احسن. بجد دي حاجه اصلا علميه جدا جدا، انك لو حطيتي في مخك انه بجد الدواء ده هيشفيك، طبعا مع ايماننا الكامل ان ربنا هيمد ايده بالشفاء، احنا فعلا بنلاقي نتيجه حلوه قوي قوي. زي ما قلت لكم كده، انا بجد كنت كل ما احطه اقول بسم الله الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. يعني كنت بلجأ لربنا ان هو فعلا يفرحني بشعري الفتره الاخيره. فانا عايزه اقول لكم ان الامبولز دي اللي هي فيها 6 دي من اهم الحاجات اللي كمان بتساعدك انه تقلل ظهور الشعر الابيض، وبتساعدك ان هي توقف التساقط، وبتساعدك كمان لو انت عندك ثعلبه او عندك صلع وراثي. واكيد طبعا فيها البروكابيل لان ده ماده اساسيه اصلا في الروتين بتاعنا. والبروكابيل عايزه اقول لكم انه بيشتغل بطريقتين. اول طريقه ان هو بيوقف نشاط الهرمون اللي بيسبب تساقط الشعر. تاني حاجه زي ما قلت لكم ان هو بيحفز الدوره الدمويه حوالين البصيله علشان يزود نمو الشعر. فهو بيشتغل بطريقتين. بجد الروتين حلو جدا جدا، وغير كده كمان سعره فعلا حلو قوي قوي. يعني لما تبقى الامبولز دي بعد البرومو كود بتاعي، خدوا بالكم ان انا بقول لكم دايما بعد البرومو كود دي هتكون ب 249 جنيه يا جماعه بعد البرومو كود بتاعي. اللوشن تقريبا هيكون 160 او حاجه زي كده، فبجد سعره فعلا حلو قوي قوي في الاوفرز اللي موجوده حاليا. انا طبعا اكيد هسيب لكم لينك الويب سايت في اول كومنت مثبت. وبس كده يا بنات، يا رب تكونوا استفدتوا واستمتعتوا وانتوا بتشوفوا الفيديو ده، وان شاء الله نتقابل مع بعض في فيديو تاني قريب. شكرا ليكم، مع السلامه.